صلى على اختي وبشريحتين روز بيف. تعالي نعمل الجمال ده. تعالى اختي. حبه زيت في طاسه معاهم قطعتين من الزبده. بعد كده ترصي الروز بيف بتاعك او البفتيك وتقلبيه على الجنب التاني لما ياخد وش. وبعد ما ياخد الوش التاني اختي هتطلعيه في طبق فاضي وترمي مكانه فصين توم مقطعين حلق مش مفروم مع كوبايه لسان العصفور اختي. وتقلبي لسان العصفور اختي وتدقلجيه لغايه لما لونه يبقى عامل كده. ترمي عليه طماطمايه مع الملح والفلفل اختي وتديله تقليبه حلوه كده. بعد كده انسه في طاجن متوسط هتحطي الروز بيف بتاعك او البفتيك على حسب انت هتجيبي لحمه ايه. تعملي ارضيه وفرشه باللحمه وبعد كده تحطي اللسان العصفور بتاعك وعليه ميه من الكتل يا دوبك تغطي الوش اختي وعلى الفرن لمده نص ساعه. ودي النتيجه النهائيه اختي. لسان العصفور استوى وبقى تربق في الهواء. بقى طاجن لسان العصفور باللحمه حاجه عجب مع شويه شوربه او من غير شوربه يتاكل لوحده كده عظمه. يلا اختي صلي على النبي في الكومنتات ودوسي لايك واعملي حركه الاكسبلور. واتمنى اختي تجربي الوصفه وقولي لي عايزه اعمل لك ايه الفتره الجايه اختي. انجو عليك اختي. ما تدوسي لايك اختي بقى.